تدور أحداث فيلم ستولن النسخة الهندية في صحراء راجستان، حيث تشهد محطة قطار فقيرة حادثة اختطاف رضيع من والدته الأجنبية، مما يشعل سلسلة من التوترات العاطفية والإنسانية. في قلب هذا الحدث يلتقي رجلان هنديان لا يعرفان بعضهما، أحدهما تاجر متحفظ والثاني شاب عادي مسافر، ليجد كل منهما نفسه متورطا بشكل غير متوقع في التحقيق ومحاولة إعادة الطفل المختطف. بينما تحاول الأم المكلومة الحصول على أي مساعدة، يغوص الفيلم في صراعات الشخصيتين الهنديتين اللتين تتأرجحان بين الشعور بالذنب والخوف من التدخل، لتتحول رحلتهما إلى مرآة تكشف الطبقات العميقة للمجتمع، من البيروقراطية الباردة إلى اللامبالاة الشعبية. تتصاعد التوترات وسط حر الشمس وصمت الصحراء، حيث يواجه كل منهما اختبارا أخلاقيا صعبا، ويبدأان في التساؤل عن دورهما في هذه الفوضى وعن الصمت الذي يمكن أن يساوي الجريمة أحيانا، لينتهي الفيلم بنهاية مفتوحة تترك المشاهد مشحونا بالتفكير والوجع. मेरी माँ छोड़ हम दोनों का पीछा यार तू। आप रो भाई ने भी ना उड़ तो तीर पकड़ो है और घुसो किसकी कान में? आपकी। भाई भाई भाई